قاعده عادي بسكرول على الفيسبوك، لقيت اعلان وظيفه عجبني ومكتوب عليه نمره تليفون واتساب ان انا ابعت عليها السيره الذاتيه او السي في بتاعي لو انا عايزه اقدم والموضوع عجبني. يبقى السؤال هو ابعت ازاي؟ اكتب ايه؟ اقول ايه؟ اعمل ايه؟ اهلا وسهلا في هذا الفيديو وسوف نجاوب على كل هذه الاسئله. مرحبا، انا اسمي ميلودي عبدو. انا هنا اتحدث عن كل ما يخص رحله البحث عن العمل، من حيث كتابه السي في، تحضير الانترفيو، التعامل مع المديرين والحصول على الترقيات والمواقف اللي بتبقى حوالين المواضيع دي كلها. اهلا وسهلا ولنبدا الفيديو. I will share السكرين بتاعت الموبايل وهفويس اوفر بقى. ماشي، بس عايزه قبل ما نبدا اقول ان احنا يا ريت نبقى كاتبين اسمنا الحقيقي وحاطين صوره لينا، وبلاش حالات الواتساب اللي هي بتعبر عن مشاعرنا دي في الاول او في الاسبوع اللي بنقدم فيه. هنا بقى هنبتدي نكتب احنا مين، وان احنا بنقدم على وظيفه اسمها ايه، وايه متوسط خبراتنا او احنا اشتغلنا في ايه قبل كده، وناتاتش الدوكيمنت ونكتب احنا خريجين ايه، ونقول لهم ان احنا هنجاوب الاسئله بتاعتهم لو عندهم اي اسئله، وشكرا جزيلا. وده كده شكل الكتابه اللي احنا المفروض نكون كاتبينها يعني. ميرسي جماعة على هذا الفيديو، أرجو أنه كان يبقى لطيف بشكل ما. If you have any questions please let me know in the comments، وأنا إن شاء الله بجاوب عليكم إن شاء الله. I post every day، فنلتقي في الفيديو القادم. أوكي، مع السلامة، باي.